اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ يا صباح الشتاء، يا صباح الخير، يا صباح كل حاجة حلوة. طبعا النهاردة إن شاء الله كده هنعمل فيديو توفير التوفير يا جماعة. حاجة كده موجودة في كل بيت، وأكيد مش غالية، حتى لو هتشتريها مش غالية إن شاء الله. معانا إيه هنا؟ معانا في الحلة دي كان معايا نص كيلو من القمح وعليه معلقتين رز خلاص. وهنا معايا ايه في البولة دي؟ معايا ربع كيلو من الفول خلاص، ومعايا جزرايه وبصلايه، معلقتين رز، معلقتين من العدس. وهنمشي كده بالهداوه واحده واحده، وهقول لكم المقادير واحنا ماشيين كده مع بعض في الفيديو. ماشي، دي كده كان معايا نص جزرايه، هاخدها كده هبشرها. وبعد كده هاجي بقى في الدماسه بتاعتي هحط الربع كيلو من الفول وعليه النص جزرايه، ما كتريش جزر خلاص. وبعد كده بصلايه صغيره قطعيها 4/4 مع معلقتين العدس، وبعد كده معلقتين من الرز. عايزه اقول لك العدس والرز هيفتحوا لك الفول جدا جدا وهيبقى حلو جدا. وبعد كده هنزل على كل الحاجات دي كلها بازازه كده ميه من الحنفيه عادي جدا. عايزه تحطي ميه سخنه مش هيفرق خالص. ماشي، وبعد كده نص معلقه من الكركم، وهحط كل الكلام الجميل ده كله مع بعض وهقلبه بالفول بكل حاجه انا حطيتها. وهنا معايا كانت البليله خلاص كده، كنت نقعها بقالها ساعتين مع الرز. عايزه تاخدي بليله فاتحه وجميله وتنزل ميه كده حلوه منشيه، حطي معلقتين الرز دول ونقعي القمح هما ساعتين بالكتير، ما تنقعوش اكتر من كده عشان ما يبوش معاكي والقشره تطلع من القمحايه. وبعد كده هحط الاتنين مع بعض على النار، هعلي النار قوي. وبعد كده ما يقلب معايا الميه هقوم مهديه النار خالص خالص، وهتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. كده مجرد ما الميه معايا قلبت وبدات كده تغلي معايا، هوطي بقى النار خالص كده شمعايه او سهريه. وعيشي بقى يا ست الكل وسيبي الحاجات دي كلها على نار هاديه. طبعا انا غطيت الفول بغطا طبق من الاستانلس او طبق المونيا، وهتحطي عليه كوبايه من الميه، نصها من الميه يا دوب الحراره بتاعه الفول هتسخن الميه اللي في الكوبايه معاكي. وكل شويه هتشيلي الغطا وتزودي الفول. طبعا هو فار معايا علشان كان متغطي. وبعد كده ههوي بقى وايه، احاول يعني هزود الميه شقشاق شقشاق كده، ما كترش الميه قوي عشان برضو ما يفرش كده معاكي خلاص. وبعد كده البليله بتاعتي خلاص كده دخلت في التسويه. عايزه اقول لك ما خدتش نص ساعه، ساعه الا ربع على البوتاجاز، وكانت استوت وفشرت وبقت زي العسل. وادي الفول زي ما انتم شايفينه، بروح وبرجع واقوم مزوداه شويه ميه من الكوبايه، حاجه بسيطه كده، وببص كده على الفوله اتدمست ولا لسه، الاقيها لسه، واقوم سايباها ومغطيه عليها. تعالوا بقى في الوقت ده كله نعمل كده صينيه كيكه بالبرتقال كده على السريع. مين فينا بقى في الشتاء لما يجي كده يهل علينا ويبقى البرتقال مالي السوق ما بنعملش ايه كيكه بالبرتقال؟ تعالوا بقى نعملها كده اقتربت قبل ما الولاد يجوا كده، صلاة العصر. قبل الولاد كده ما يجوا من المدارس. معايا ايه هنا في الطبق؟ معايا كوبايه ونص من الدقيق، معايا لا مؤاخذه كيس من البيكنج باودر، رشه من الملح، وهركن الطبق ده. معايا ايه بقى هنا في الخلاط؟ معايا بيضتين، معايا كيس فانيليا، ومعايا بقى مش هنستخدم لبن ولا اي حاجه، هنستخدم عصير برتقال. العصير ده انا جبت كده برتقانتين وضربتهم في الخلاط وصفيتهم بس كده. وبعد كده هحط كوبايه من البرتقال من العصير، وكوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزيت، وهضربهم كويس في الخلاط لحد السكر ما يدوب معايا. وبعد كده بقى هقوم ضايفه معلقه بشر برتقال على الدقيق، وهنزل بقى بالمقادير اللي انا ضربتها في الخلاط دي كلها. عايزه تحطي بيضايه واحده تمام، عندك بتندي فيهم واتكلي على الله وهتبقى مغذيه وزي العسل. زي ما شايفين كده هضرب بقى كويس جدا. هشوف القوام معايا بتاع الكيكه، عايزه سوائل اضيف لها حبه بحبه برتقال، ما زودش كتير عشان ايه ما تحتاجش معايا دقيق تاني والمقادير تبوظ مني. جبت كده الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه من الزبده ورشه من الدقيق، وهجيب كده شريحتين 3 من البرتقال، وهقوم نازله في ايه النهارده، وهقوم نازله كده بالكيكه كلها زي ما انتم شايفين اللي احنا ضربناها ضرب كويس بالمضرب. واقوم نازله وبقى معايا خلاص كده ادخلها الفرن. احلى صينيه كيكه على طول كده تعمليها على السريع قبل ولادك ما يجوا من المدرسه. وبقيت بقى العصير معايا حوالي كده كوبايه من عصير البرتقال برده اللي احنا عصرناه، هحطه على النار. ومعايا 3 معالق من السكر، عايزه تزودي السكر تمام، بس انا شايفه ان 3 معالق حلو كويسه جدا، يعني معقوله يبقى طعمها حلو. وهتقومي ضايفه كيس من الفانيليا، ولو مش عايزه ما تضيفيش، كده كده البرتقال مش محتاج فانيليا ولا اي حاجه. وهتسيبيهم بس على النار ياخد معاكي غلوتين، يطلع بس الميه اللي كانت فيه، بخار الميه.
وبعد كده البرتقان كده معايا صوص البرتقان جاهز ان انا اسقي بيه الكيكه، ودوقي بقى الحلاوه والطعامه. خلاص كده صوص البرتقان جاهز معايا. عايزه اقول لك الله على ريحته جميله، بالذات كده ساعه الصبح. يعني انا وديت كده ولادي المدرسه وقلت ادخل اعمل لهم بقى فطار كده على السريع وحاجه حلوه ياكلوها قبل ما يجوا بقى من المدرسه كده، يكون كل حاجه ان شاء الله جاهزه. وادي الكيكه معايا طلعت زي الفل. طبعا انا بختبرها بالخله او بالشوكه او بالسكينه، طلعت معاكي نظيفه يبقى الكيكه ناجحه ومستويه ومية مية معايا كده. خلاص انا قلبتها، وعايزه اقول لكم بقى وانا بقلبها بصراحه وقعت مني، شكلها باظ خالص. لزقت. بصوا هي كده هشه وطريه وجميله جدا. طبعا الحروف اللي متحروقه دي من الدقيق، لو عايزه تشيليها شيليها. بصوا انا هقطعها معاكم كده. طبعا الوش لزق معايا عشان سخنه، فهي برضو ما باظتش ولا اي حاجه، هي مجرد بس ان الوش لزق على الايه، على البلانشه بتاعتي، فما يجراش حاجه يعني. هي اهم حاجه طعمها حلو قوي، ومن جوه هشه وطريه، وهتاكلي ان شاء الله اجمل ايه كيكه. فبس وانت بقى بتقلبيها ركزي عشان هي لزقت مني. خلاص. وبعد كده هجيب بقى صوص البرتقال بتاعي واسقيها. عايزه اقول لك والله كان طعمها حكايه حكايه. لو حضرتك مش عايزه صوص البرتقال ده بلاش، ممكن تضيفي اي حاجه تانية، ممكن تسقيها لبن، ممكن تسقيها شربات، هتبقى جميله. عايزاها ساده كده هتبقى حلوه. جبت كده بشر برتقان بقى بعد ما حطيت عليها الصوص، زوقتها كده ببشر برتقان. وخلاص كده الكيكه معايا كده هركنها على جنب. كانت بقى البليله بتاعتي خلاص كده، بصوا بقى لونها فاتح وجميل ومستويه ومنشيه، مش قادره اقول لكم على جمالها. معلقتين الرز يا جماعه بيفرقوا جدا جدا في البليله. طبعا بقى انا هشيل بقى البليله معايا، طبعا مش هناكل الكميه دي كلها النهارده يعني، فهشيل بقى منها حبه في الفريزر يبقوا جاهزين عندي وقت ما اطلع علبه علبه، او طبق طبق، او كيس كيس، زي ما بتخزنيها خزنيها في الفريزر. هتقعد معاكي اسبوع 10 ايام في الفريزر ما تقولش حاجه. بعد كده بقى نيجي بقى خلاص كده الفول بتاعي اتدمس ووطيت عليه برده، وسبته اخر حاجه خالص الفول. خلاص عشان لو خلص الفول انا مش مسؤول. هجيب بقى بصلايه كده صغنطوطه خالص، ماشي، هخرطها كده اي تخريط بقى. وبعد كده هجيب كده معلقه من التوم المهروس. بعد ما التومه بتاعتي والبصله تدبل، واضيف عليهم ملح بقى وتدبل وتبقى زي الفل. هضيف بقى عليها قوطه كده متخرطه مكعبات، وهحط بقى الكمون بتاعي. طبعا ما يستحبش ان احنا نحط فلفل اسمر خالص، هو كمون وكزبره على الفول. وشوحي بقى الكلام ده كله كده مع معلقه زبده مع معلقه زيت. خدي بقى الروايح بقى. عايزه اقول لك احلى طبق فول تعمليه على الفطار، مسكر وجميل وما خدش وقت. وهضيف بقى نص قرن فلفل حامي، ما رضيتش ازود بصراحه، والفلفل التاني ده اخضر عادي مش حراق ولا حاجه. وادي بقى ناخد بقى الفول من القدره على الطاسه على طول. شفتوا اجمل ولا احلى من كده فطار؟ حاجه عسل عسل. والفول بقى نازل كده من القدره، بصي بقى فاتح، والفوله كده ماسكه نفسها وحبايه بحبايتها زي العسل. جربي بس ومش هتندمي. طبعا هو الشتاء ما يحلاش غير بالبليله والفول والحاجات اللي احنا بنعملها دي، بتدفي الدنيا كده. الولاد بقى يجوا من المدرسه كده بردانين، يشربوا بقى كده حاجات دافيه ويلاقوا فطار جميل كده، يفرحوا كده ونفسيتهم ايه تتفتح على المذاكره. زي ما انت شايفه كده خلاص انا جبت البليله بتاعتي اللي احنا هنشرب منها النهارده. حطيت بقى 3 معالق او 3 حوالي 3 4 معالق من البليله كده كبار، وحطيت عليهم نص كيلو من اللبن، وخلاص كده البليله معايا جاهزه. هنيجي بقى، كان الفول خلاص خلص معايا، مجرد اني سخنته بس وغرفته في الاطباق عشان طبعا ايه ناكله سخن. تعالوا بقى نعمل احلى طبق فول بقى بالطحينه والزيت والشطه والكمون، كانك بقى جايباه بالظبط من ايه، من عم احمد بتاع الفول. شايفين بقى الجمال والقمر؟ بص الفوله بقى فاتحه وجميله وزي العسل. هنزل بقى على الفول ده بشويه من الطحينه، عصره ليمون، ضيفي بقى كمون وشطه، وحطي بقى اللي بتحبيه كله على الفول. هو بصراحه الكمون والشطه وكده الدنيا بقت عسل. وشويه الطحينه بتحبيه بقى بالزيت الحار حطي، مش عايزه زيت حار ما تحطيش. عايزه اقول لك اطعم واحلى طبقين فول كده تاكليهم على الفطار روعه. خلاص. وادي البليله حطيت على الوش كده حبه قشطه بعد ما غرفتها. بتحطي بقى اللبن والسكر على حسب ما بتحبي. بصوا بقى بقيه الفول اللي معايا هغرفه في اطباق برده وهقوم مفرزاه. طبعا شايفين الجو يا جماعه النهارده عامل ازاي، الله المستعان. يعني ايه شكلها كده بادئه هتنطر لسه، ايه الجو كده بياخد ويدي معانا، ابقى انطر ولا لا؟ فبقول لكم يعني عايزه اقول لكم فيديو جميل جدا، والبليله بتدفي، وكيكه بالبرتقال كده فيتامين سي بقى ويرفع المناعه وكده. والفول عايزه اقول لك فيديو اقتصادي، ما خدش مني فلوس كتير، ما خدش مني مجهود كتير. ساعتين زمن مسافه بس ما الولاد راحوا المدرسه وجم، كان كل حاجه
جاهزه زي ما انتم شايفين. بصوا الكيكه والله جميله جدا، كمان الكاميرا ظلمها ومش مبينه لونها، وحتى الفول كمان روعه وعامل زي الزبده. السلام عليكم ورحمه الله، اشوفكم في فيديو جديد احلى واجمل متابعين.